السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أعزائي الكرام؟ إن شاء الله كليتكم زينين يا رب. هاي إحدى مولات مدينة كيل الألمانية. خلي أراويكم جزء بسيط من هذا المول. طبعا هذا المول الطابق الأعلى دائما يكون أغلبيته يكون بهذا الشكل، كله مطاعم. هذا يكون المول، مخلين زينة حلوة داخل المول. أيضا تفاصيلها. الشيء الحلو بالألماني يكتبون على أي شيء، يخلوا دائما على أي شيء ثقافي يكتبون تفاصيله من الأول للأخير. هذا الشيء حلو، كلش حلو. خليك تعرف عن أي شيء موجود تتكالي. خلي نراويكم أيضا 50% يعني يقول لك تخفيض للأحذية. شوفوا أيضا هنا شلون مستغلين هذا المساحة ومسوين بها مطاعم كلش حلو. هذا المول وبهذا الشكل أيضا. المول طبعا كلش كبير، كلش واسع، وبنفس اللحظة محتوي على كل الأشياء اللي أنت يعني حاب تشتريها، أو مثل ما نقول حاب دائما تحتاجها. موجود كلها على مثل هذا. طبعا هذه موجودة للاسترخاء، مقاعد خاصة بكل مكان موجودة بالمولات. وطبعا يمكن شيء 1 أورو تخلي، يعني شيء مو كثير، كلش بسيط، وتقدر تجلس على هذا المقعد، لكن بها وقت محدد. شوفوا التزيين أيضا لهذا المول، مخلين تزيين على هذا الشكل حلو، كلش حلو. هنا مسوين أيضا ساحة بسيطة وخاصة للموسيقى. أحيانا تصير هنا احتفالات داخل المول، احتفالات كلش بسيطة، أجواء للناس. هذا أيضا المكان الثاني من المول. طبعا الأجمل والأروع بهذا المكان يا أخوان، موجودة أنواع الزيوت بهذا المحل. الزيوت هذه أخوان اللي موجودة هنا هي كلها موجودة، حتى الأسعار مالتها كلها صايرة هاي من الورود. طبعا شيء حلو كلش. أيضا تقدر تشتري من هاي الزيوت، صحية وبنفس الوقت أيضا بتكون مفيدة. عندهم أيضا موجودة هنا بهذا المحل كل الأشياء اللي تحتاجها. طبعا هاي الأشياء دائما تفيد الناس المرضى اللي يعانون من أمراض مزمنة. أيوة، هي أمراض القلب، انسداد الشرايين. استطاعتهم شراء هذه الأشياء لأن هي نوعا ما تكون صحية. موجودة هاي الأشياء خاصة بس للأشياء الصحية، واللي تكون دائما من الورود. أعشاب كلها متواجدة بهذا المحل. طبعا هذا التصوير من الأعلى، من أعلى المول يكون هذا التصوير.
طبعا احتفالات راس السنة تكون دائما بكل ألمانيا مثل ما وضحت لكم بالصورة قبل شيء أسبوع أو أسبوعين. شوف هاي الطيور ايش كد حلوة يا أخي، حتى طيورهم ما تخاف، شوف مأمنة. الله يحفظ هالبلد إن شاء الله، يحفظ بلادنا يا رب. مشكلة هنا الطيور ما تقدر تنطين أكل، ليش؟ لأنه مخالفة قانونية، يعني إلى 600 يورو ممنوع أحد ينطي أكل للطيور. خلي أخذلكم جولة من هذا المكان. اليوم يوم بارد طبعا ومثلج أيضا، لكن رغم هالشي حبيت أراويكم أيضا، أصور لكم جزء بسيط من أجواء المدينة ومن يوميات ألمانيا مع هذه الأجواء الباردة. اليوم طبعا الجو ثلج، كلش ثلج موجود بألمانيا، ثلج هائل، بس يمنا يعني ثلج شوية نوعا ما خف. هاي المحطة الرئيسية للباصات، محطة وقوف لكل الناس اللي يحبون يجون مركز المدينة. فهاي المحطة دائما تكون هي المحطة الأساسية، فالناس تنزل ويكون هذا المدخل بهذا الشكل للمركز المدينة اللي موجود. وأيضا الحلو بالألمان شنو؟ منظمين حياتهم كعمل، كوقت، كصدق، كإخلاص. واللي يميزهم ويميز شعبهم هذا الشيء إنه هم ناس مخلصين. تعتبر ثقافة حلوة. شنو اللي يميزهم؟ طبعا اللي يميزهم هو شيء حلو أساسي كلش حلو. أيوة هو حياتهم عبارة عن توقيت، يعني من الاثنين للجمعة حياتهم عبارة عن عمل. مستحيل تلقى ألماني يختلف عن الموت، يعني حياتهم عبارة عن وقت. يعني حتى إذا تروح 5 دقائق متأخر العمل راح يعني تسبب مشاكل. بنفس اللحظة يكون هو محرج جدا من صاحب العمل لكونه اجى متأخر. في نفس اللحظة والأجمل والأروع اللي بيهم متعودين على ثقافتهم هي ثقافة الصدق والإخلاص بين شعبهم. يعني اللي يميزهم شيء حلو، محافظين على بلدهم. أي شيء خطأ، أي شيء سلبي، هم مباشرة يكونون دائما ودودين نوعا ما عن بلدهم وثقافتهم. والشيء الثقافي والأجمل والأروع بيهم من الاثنين للجمعة حياتهم عبارة عن وقت وعن عمل، ولكن باستثناء السبت والأحد يلتقون كلهم الأصدقاء بالمقاهي وبالملاهي الليلية. طبعا الملاهي الليلية اللي موجودة بألمانيا هي مو عبارة عنه هم ناس يعني غير لائقين، لا هذا شيء غلط، لكن هي ثقافتهم وحياتهم عبارة عن هذا الشيء. والأفضل والأجمل اللي يميزهم بين الإخلاص، الصدق والمحبة والتسامح، وبنفس اللحظة أشياء كثيرة تميزهم عن ثقافاتنا. أيوة هي مخلصين عن بعضهم مع بعض، يعني نوعا ما يكونون الألمان في قمة الإخلاص. وهذا الشيء مميز جدا بهم، إنه أنت لما تجي على ألمانيا راح تعرف ثقافتهم
وحياتهم وراح تتأقلم عليها نوعا ما. سبحان الله اليوم الأجواء يعني باردة، كلش باردة. شوفوا الثلوج، درجة الحرارة تحت الصفر، 7 تحت الصفر. هاي بحيرة كليتها جامدة بسبب الثلوج وبسبب كثافة البرد والثلج. جيت أراويكم أيضا جزء من البلدية. هاي البلدية وهاي ساحتها أيضا. ساحة البلدية تكون عبارة عن أسواق وأعياد الميلاد اللي تكون مطلة بهذا الشكل عبر ساحة البلدية. شوفوا هاي الأشياء اللي موجودة، حلوة كلش حلوة. كل شيء متوفر بهاي الساحة. أيضا هاي مدينة ألعاب مختصة بالأطفال. natürlich كان ستوري. سبحان الله وسط هاي الثلوج. سبحان الله. هاي بحيرة متجمدة بالكامل. مثل ما تشوفون أيضا الطيور. إلى هنا ينتهي هذا الفلوق، وإن شاء الله يا ربي القادم أفضل. في أمان الله. اشتركوا بالقناة وخلوا لايك. شكرا لكم.